يا أهلا بيكم يا حبايبي في قصة جديدة، ويلا نبدأها بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا اسمي عبير، عندي 29 سنة. بابا توفاه الله من زمان، وماما هي اللي شالت وش التربية كلها. أنا وماما مش بس أم وبنت، إحنا كمان صحاب جدا. كل خطوة في حياتي كانت بتعرفها، حتى لو غلط كنت بقولها علشان تبقى دايما عارفة. كانت بتواجهني وتخاف عليا، بس دماغي كانت ناشفة شوية، ومع كده كنت ملتزمة، ماشية على تربيتها زي ما هي ربتني. كنت بعرف ناس كتير، بس كله كان في النور، حب بسيط من بعيد، معارف، أصحاب. لحد ما جه كريم، كان شغال معايا في نفس المحل، ومن أول ما شفته حسيت بحاجة غريبة. شدني جدا وبدأنا نتكلم. لقيت نفسي مبسوطة وأنا معاه، بس الموضوع اتطور بسرعة، وابتديت أتعلق بيه أكتر وأكتر. ماما لما عرفت قالت لي: خلي بالك يا عبير، ده شغلك معاه، ما ينفعش تسيبي نفسك. بس أنا كنت مش شايفة غيره. كريم كان شخصيته مختلفة، صريح جريء بيضحك، بس كان واضح عليه إن هو مش سهل. كنت بحبه بجد، وكنت دايما بقوله: أنا مش زي أي حد، أنا اتربيت على قيم ومش ممكن أخون ثقة أمي فيا. وهو كان بيقول لي: أنا بحبك ونفسي أكمل حياتي معاكي. بس الغريب إنه عمره ما كلمني عن الجواز بوضوح، لحد ما أنا اللي فتحت الموضوع. قلت له: أنت ناوي تعمل إيه؟ إحنا بقينا قريبين وأنا مش بلعب. رد عليا وقال: أنا بحبك وظروفي صعبة شوية، بس لو أنتي مستعدة تصبري عليا أنا مستعد أجي من بكرة وأخطبك. وفعلا اتفقنا إنه يجي البيت ويقابل ماما. وجي فعلا، وكان معاه بابا ومامته. ماما رحبت بيه وقعدت معاه بمنتهى الهدوء وقالت له: أنا بنتي أغلى حاجة عندي، وأنا واثقة فيها وبحبها تبقى مع حد يقدرها. هم اعترفوا إن ظروفهم مش قوية، لكن ماما قالت: إحنا مش طالبين منه دهب ولا قصور، إحنا طالبين راجل ابن حلال. وقرينا الفاتحة وبدأنا نجهز للجواز خطوة بخطوة. بس من وقتها بدأت حاجات غريبة تظهر. عرفت إنه شغال شغلانة تانية، وابتدى يصرف فلوس مش واضحة مصدرها. وكل ما أسأله يقول: بشتغل ليل ونهار عشان أجهز لك بيت. بس الحقيقة كنت حاسة إن في حاجات مش مفهومة، وكان ساعات بيتعصب وساعات يتهرب من أي حاجة تخص الجواز. فضلت مستحملاه وقلت لنفسي: أكيد كل ده علشان ضغط الشغل والتجهيزات. بس في يوم ماما لقيت نفسها قدام موقف كبير. لما قالت لعمامي وخالي على تفاصيل الجواز، اعترضوا على الوضع. فين الشقة؟ فين العفش اللي لازم العريس يعمله علشان يثبت إنه راجل؟ بس ماما كانت شايفة إن الحب أهم من كل حاجة، وكانت دايما تقول لي: لو انت شايفة إنه يستهلك أنا وراكي. ورغم كل الاعتراضات أنا كنت مصممة وقلت: أنا مش عايزة دهب ولا عفش، أنا عايزة كريم. لكن قبل الفرح بكام أسبوع حصلت مفاجأة. كريم قال لي إننا مش هنعيش في شقتنا، وإننا هنعيش مع أهله في نفس البيت. قال إن في شقة فوق شقتهم معمول لها سقف خشب مؤقت، وإنهم هيخلونا نعيش في الأرضي وهم فوق، ونبقى في بيت عيلة. أنا وافقت، ما كانش فارق معايا أي حاجة، كان كل همي إني أبقى معاه. ماما كانت شايفة إن ده أمان، بس لما الموضوع اتعرض على باقي العيلة الكل اعترض. قالوا: ده مش وضع جواز، إزاي تعيشي مع أهله؟ فين الاستقلالية؟ فين حياتك الخاصة؟ وقرروا إنهم مش هيحضروا كتب الكتاب ولا يباركوا الجوازة. أنا كنت محبطة جدا، بس ماما كانت دايما بتسندني. قالكي: اللي انت شايفاه فيه خير ليكي، أنا هكمل معاكي فيه. وكملنا وابتدينا نجهز للفرح. بس قلبي كان وجعني، لأن العلاقة اللي بدأت بحب ابتدت تتحول لحاجة تانية. بقيت حاسة إن كريم مش زي ما كان، بيخبي حاجات، بيتهرب، وابتدت حاجات تتكشف. عرفت إنه مش بس بيشتغل في شغل مش مضمون، ده كمان بيتعامل مع ناس مش كويسين، وكان دايما شايل هم الفلوس وبيكذب عليا علشان يغطي على الحقيقي. وقتها ابتديت أفوق، ابتديت أسأل نفسي: هو أنا بحبه بجد؟ ولا كنت متعلقة بوهم؟ هو كريم اللي شفت معاه أحلى أيام؟ ولا كريم اللي غرقني في حاجات كلها مشاكل؟ وأخدت أصعب قرار في حياتي، فسخت الخطوبة ورجعت تاني لحضن أمي، وابتديت أرجع نفسي إن الحب لو ما كانش مبني على صدق وأمان واستقرار بيبقى مجرد حكاية بتنتهي بوضع. لو القصة لمست قلبك ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك في القناة، واستنوا قصص تانية أقوى. سلام.